النهاردة هنعمل أكتر وصفة من وصفات الخضار اللي معظم الناس بتحبها. طبعا البزلة باللحمة بالرز دي يعني وصفة البزلة دي عليها إجماع كتير قوي من معظم الناس. النهاردة بقى هنعرف الطريقة بتاعتي في عمل البزلة ازاي تطلع معاكي مظبوطة ولونها حلو، الصوص كمان مظبوط، والرز الأبيض يبقى معاكي مفلفل. ولو أول مرة بتشوفي قناتي أنا مطبخ يسر، ما تنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نبتدي مع بعض ونشوف طريقة وصفة البزلة والرز الأبيض النهاردة عملناها مع بعض ازاي. أول حاجة هنا معانا كده في حلة على النار هنضيف معلقتين كبار من السمنة. احنا أول حاجة كده هنعملها تسبيكة التسبيكة بتاعة اللحمة أو تسبيكة البزلة. هسيب كده هوت السمنة بقى لحد ما ايه هتسيح معانا كده زي ما انتوا شايفين وتسخن. هبقى انا مقطعة كده بصلاية كبيرة ومتقطعه كده صغير، ويا ريت تقطعي البصل ما تفرمهوش في الطبيخ، بيديكي طعم جميل جدا لما يبقى متقطع. وهفضل اقلب فيها كده لحد ما هتصفر كده معايا زي ما انتوا شايفينها. وكل ما بتدي بقى للطبيخ بصل كتير بيديكي صوص حلو. هنا بقى انا كنت مجهزه بصراحه اللحمه وكنت سلقاها، بس ما سلقتهاش يعني السوى اللي هو يعني ايه لحد 95% كده هو سوى، عشان تكمل السوى بتاعها الباقي في البزلة. ورشيت عليها بس كده رشة من الفلفل الاسود، وهديها كده كام تقليبة مع البصلاية كده هوت زي ما انتوا شايفينها اهي. وبعد كده هنضيف هنا بقى عصير الطماطم. هنا انا عاملة كيلو وربع من البزلة بالجزر، وعليها كده يعني حوالي كيلو الا ربع من الطماطم. عصير الطماطم يعني جبت الطماطم وضربتها كده في الخلاط وعملناها عصير طماطم. وطبعا لازم بتصفيها، بتديكي طعم احلى في الطبيخ. هنا بقى معانا البزلة. انا هنا كنت مفرزة البزلة دي، بصوا حتى هي لسه بالتلج بتاعها اهي. قلت بقى اطلعها كده واعملها عشان اعمل البزلة الجديدة، وان شاء الله بنبقى نعمل مع بعض تخزين البزلة ازاي. بصوا اللون بتاعها زي ما هي وشكلها جميل. بعد كده هنضيف بقى البزلة بالجزر كده في قلب الصلصة بتاعتنا باللحمة. وهنضيف ملح وفلفل اسود، طبعا احنا ما ضفناش ملح خالص. وهديها كده بس تقليبة، وهديها يعني ايه حوالي كده كبشتين من الشوربة بتاعة اللحمة. تمام. بصوا هنحط لها بس كبشتين من الشوربة لحد ما ايه ما هتغلي شوية معانا كده وتتسبك شوية. هديها بس كده هو تقليبة تانية، وهغطيها بقى وهسيبها تتسبك تغلي كده شوية. وبعد كده هنشوف الخطوة التانية مع بعض ايه. بصوا كده هي ابتدت ان هي تتسبك معايا اهيت، والطماطم عصير الطماطم اتسبك كده هوت معانا. هبتدي ان انا هزود لها كام كبشة تاني كده من الشوربة. دي بقى اخر حاجة كده التزويد ليها. بس كده. وبعد كده هضيف لها آم، هضيف لها صلصة من هي الجاهزة. بصوا يعني حوالي كده معلقتين ونص كده كبار عشان الصلصة بقى بتاعتنا تتقل معانا وتديكي برضو لون جميل زي ما انتوا كده شايفينها. وهضيف بقى كمان هنا هوت ايه دي نص معلقة كده من السكر، بتسوي معاكي البزلة بسرعة يعني وتخلي طعم البزلة معاكي بيبقى حلو، بتبقى محلوة كده شوية. بس كده اديها بقى تقليبة واغطيها واوطي عليها، خلي كده النار كده عليها وسط عشان تستوي بقى براحتها والصلصة تتسبك معانا كويس. دلوقتي بقى احنا هنعمل كده مع بعض الرز. هنا كده انا ضفت سمنة وهسيبها برضو كده لحد ما هتسيح معانا. يعني هنا حوالي معلقتين كبار كده من يعني معلقتين ونص كده من السمنة. وضفت هنا هوت حوالي كده 3 كوبايات من الرز. ده الرز الابيض بتاعنا المصري. يعني دوت كده انت بتجيبيه وبتغسليه كويس وبعد كده هوت بتصفيه. وهرش كده هوت عليه بقى الملح. وهبتدي ان انا هقلب كده الرز بالسمنه علشان الرز كده يتغلف بالسمنه كده هوت بتاعتنا، يعني يتشمع كده هوت بيها زي ما انتوا شايفين كده اهي. هنا بصوا فضلت اقلب فيه لحد ما تشمع كده اهوت. هنبتدي بقى نضيف عليه الميه، والميه يعني تفضل تبقى ميه سخنه. تمام. هقلب يعني انا ضفت كده حبه من الميه، وهبتدي ان انا ايه هقلبها عشان اشوف الرز محتاج تاني ميه ولا لا.
لازم كده المية تبقى مغطية من الرز من فوق. يعني كوباية الرز المصري عليها كوباية من المية. تمام. يبقى بس متغطي حاجات بسيطة كده من فوق من الرز المصري بتاعنا. تمام. هنقلبه بقى كده، واخد كده اللي في الجناب بتاعته الرز ألمه واغطيه بقى وهسيبه لحد ما هيغلي ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا هنا كده غلى الرز بتاعي اهوت زي ما انتوا شايفين كده، المية اتشربت فيه. هبتدي اديله برضو تقليبه وهسويه بقى كده من على الوش، وهوطي النار عليه خالص، هخليها ايه يعني شمعة كده، واغطيه بقى وهسيبه لحد ما هيستوي. بصوا بقى هنا جمال الرز بتاعنا عامل ازاي، مفلفل وجميل. بصوا جماله. خلاص كده هو هنا كان استوى، فانا حبيت ايه كل مراحل اي حاجة كده حطيتها لكم ورا بعض عشان ما تتوهوش مني. تمام. خلاص بقى كده هغطيه بقى واطفي عليه ونشوف بقى البزلة بتاعتنا ايه اخبارها. بصوا جمال بقى البزلة، اللون بتاع الصلصة بتاعتها عامل ازاي، وشكل اللحمة فيها والبزلة بتاعتنا بصوا لونها الاخضر الجميل، بصوا عاملة ازاي، والجزر وكله تمام. خلاص كده البزلة بقت تمام معانا واستوت معايا كده. خلاص هبتدي بقى ان انا ايه هحطها بقى في الطبق. بصوا بقى الجمال بتاعها عاملة ازاي البزلة. يعني انت بقى ايه البزلة كده وهي على النار بتتابعيها يعني وتشوفيها معاكي استوت ولا لا. ولو ما استوتش بقى وحسيتي ان الصلصة بتاعتها تقلت قوي معاكي ولسه ما استوتش، بتزودي لها شوربة تاني. بس دي كده أكلة مصرية أصيلة جميلة جدا. يعني طبعا الأكل الجميل ده احنا ما نستغناش عنه مهما عملنا، بس برضو مهما عملنا وصفات كتيرة تانية، بس هو الأكل ده بصراحة بيبقى جميل قوي. ودلوقتي برضو هنشوف بقى الرز معانا دلوقتي هنعمله مع بعض. وجربوا بقى البزلة بالطريقة بتاعتي دي وإن شاء الله تعجبكم، وقولوا لي ايه رأيكم فيها. هنا بقى بصوا، بس هنا الرز بقى يقع مني، كان سخن قوي. بصوا هحطه بقى في الطبق هنا عشان اقلبه، يعني نعمل بقى منظر كده اهوت يبقى شكل الطبق حلو. اهو بصوا قلبته كده في الطبق، وهنحط بقى حبة كده من البزلة من على حرف الطبق. ودلوقتي بقى هتشوفي شكل البزلة كده مع الرز، حاجة تحفة، حاجة جميلة. بصوا يعني لون البزلة والصلصة بتاعتها عاملة ازاي. بصوا الجمال بقى بتاعها. والوصفة دي تبقى حلوة قوي للمبتدئين بقى اللي لسه بيبقوا متعلمين في المطبخ. بصوا بقى جمال الرز مفلفل معايا ازاي، وبصوا قطعة اللحمة مستوية. بصوا مستوية جميلة جدا، يعني السوا بتاعها حلو. وكمان البزلة بتاعتي اهي. بصوا الجمال بقى. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اللايك، وتكتبوا لي في الكومنتات المرة الجاية نعمل مع بعض ايه وصفات ايه. واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.